طبقنا النهاردة تاريخي جاي من أرض مباركة ومن شعب صابر. المقلوبة أكلة فيها ميكس أطعمة مختلفة بس لايقة جدا على بعض. هقولكوا ازاي تعملوا كل حاجة فيها، من أول اللحمة الدايبة للرز البسمتي المفلفل بس ماسك نفسه لحد الخضروات اللي بتميز الوصفة دي. يلا نبدأ بسم الله في تحضير الوصفة بتاعتنا. مبدئيا كده المقلوبة بتتعمل باللحمة أو الفراخ، سواء فراخ قطع أو مخلية. والنهارده هعملها معاكم باللحمة وبالفراخ لأن عندي فريقين، فريق محب اللحمة وفريق محب الفراخ، فمش هنزعل حد. عندي نص كيلو من اللحمة مقطعاها قطع صغيرة مكعبات عشان تكون سهلة معايا في التسوية وتكون دايبة معايا في المقلوبة. ومعايا 3 قطع من الفراخ، ممكن طبعا تعمليها بأوراك أو صدور أو قطع بانيه. البهارات بتاعتي عبارة عن معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الشطة، معلقة كبيرة من بهارات الفراخ، وعودين من القرفة الخشب، وورق لورا وحبهان ومستكة. هنبدأ الأول بسلق اللحمة. هحط حلة على النار فيها معلقة كبيرة من الزبدة وشوية زيت صغيرين عشان الزبدة ما تحرقش معايا. وأول لما يسيحوا معايا والنار تسخن كده شوية، هبدأ ان انا انزل باللحمة بتاعت القطع دي على النار تكون عالية جدا عشان ما تنزلش المية بتاعتها. وأول لما تغير لونها وتتحمر معايا هبدأ ان انا اقلبها، وبعدين انزل بالمستكة والورق اللورا والحبهان وعود القرفة وبهارات اللحمة والشطة والملح. هديها تقلبتين كده لحد ما اللحمة تطعم بطعم البهارات شوية، وبعدين هنزل ببصلاية وجزرية كده واديها تقليبة، وبعدين انزل بمية سخنة هحطها على نار عالية تاخد غلوتين كده، وبعدين ههدي على النار خالص واسيب اللحمة تستوي براحتها. اللي ظهر على وش الشوربة ده هشيله بالمعلقة واغطي عليها واسيبها على نار هادية لحد ما اللحمة تستوي وتدوب معايا. وبعد كده هسلق الفراخ بتاعتي بنفس الطريقة. هحط حلة على النار فيها معلقة زبدة وشوية زيت، وبعد كده انزل بقطع الفراخ بتاعتي، هنزل طبعا على الجلد. واول لما تغير لونها معايا هبدأ ان انا اقلبها وانزل بالبهارات، معلقة ملح وورق لورا وحبهان ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ، وابدأ ان انا اديها تقليبة كده تطعم بطعم البهارات وتغير لونها وتتحمر معايا. وهحط عليها بصلة صحيحة من غير تقطيع، وهقولكوا في الاخر ليه بحط الخضار من غير تقطيع. وبعدين انزل عليها بالمية السخنة واسيبها برضو على نار عالية لحد ما تغلي، وبعدين ههدي على النار خالص. وطبعا الفراخ مش بتاخد وقت كتير معايا في التسوية، ولحد ما اللحمة والفراخ بتوعي يستووا هكون بقى جهزت الخضار. 2 بطاطساية حجم كبير، طبعا السمك بتاعها بيكون 1 سنتي زي ما انتوا شايفين كده، ما قطعهاش رفيع قوي او سميك قوي بزيادة، يعني السمك بتاعها يكون وسط معايا عشان ما يتهريش وفي نفس الوقت يستوي. وكمان هجيب 2 بتنجان يكون كبير، هقطعه برضو بنفس السمك، سمك 1 سنتي وتقطيع بالطول. واهم حاجة بعد ما اقطع البتنجان هرش عليه شوية ملح واسيبه كده يتصفى عشان ينزل المية بتاعته، عشان ما يشربش زيت معايا كتير، وكمان ياخد لون دهبي وجميل معايا كده. وهحتاج كمان بصلتين كبار او 3 متوسطين زي ما انتوا شايفين كده، وبرضو هقطعهم حلقات. وكمان طماطمتين كبار هقطعهم برضو حلقات. وهنا البتنجان كان بدأ نزل المية بتاعته، هبدأ بقى ان انا اغسله غسلة كويسة وهبدأ في تحمير الخضار. هنبتدي طبعا بالبطاطس في زيت غزير سخن جدا، هبدأ ان انا انزل بالبطاطس بتاعتي. اول لما تغير لونها هبدأ ان انا اخرجها، ما حمرهاش تحميرة كاملة، يا دوب بس تغير لونها. وبعدين في نفس الزيت يكون سخن طبعا هبدأ ان انا انزل بالبتنجان، واول لما يغير لونه وياخد لون دهبي كده هبدأ ان انا اخرجه. وهنا اللحمة كانت استوت معايا، هبدأ بقى ان انا اخرج الخضار اللي انا حطيته من غير ما اقطعه عشان يكون بقى سهل معايا من غير ما اصفي الشوربة، واطلع برضو الورق اللورا والحبهان والقرفة الخشب، اي حاجة في الشوربة هخرجها، وكمان هخرج اللحمة. وهنا خلاص كنت خرجت كل حاجة من الشوربة. هبدأ بقى ان انا احضر الرز بتاعي. عندي نص كيلو من الرز البسمتي مغسول ومتصفي، مش منقوع، النوع اللي انا جايباه ده كويس مش محتاج ان انا انقعه. حطيت عليه معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الكركم، معلقة كبيرة من الكاري، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من القرفة، معلقة صغيرة من الزنجبيل، وقلبته كويس كده. هقلبه لحد ما يتغلف بكل البهارات والتوابل بتاعتي دي. وبعدين هجيب الحلة بتاعتي بقى وابدأ ان انا ارص فيها المقلوبة. هديها مسحة بسيطة من الزيت وتكون حلة ما بيلزقش فيها الاكل. وهبدأ ان انا احط اول طبقة من المقلوبة بتاعتي عبارة عن شرايح الطماطم، وبعدين هنزل بشرايح من البصل، وبعدين الطبقة اللي فوقهم هبدأ ان انا ارص كل اللحمة بتاعتي فوقها كده. وبعدين هجيب البتنجان ارصه في اطراف الحلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يكون طبعا تقطيعته بالطول من الاول عشان يكفي لي اطراف الحلة، ويكون شكله كمان في الفينش الاخير كويس. وهحط طبقة البطاطس فوق، وبعدها هنزل بالرز، هتكون اخر طبقة معايا. هبدأ ان انا ادخل الرز في كل الفراغات، وبعدين هضغط عليه، هنزل كل كمية الرز هضغط عليه بطبق كده عشان تكون متماسكة معايا وكل الطبقات داخلة جوه بعضها، ولما نقلبها ان هي تخرج لي زي قالب الكيكة. والمقلوبة التانية كانوا عاوزينها نص لحمة ونص فراخ،
فحطيت جبت الحلة واديتها برضو مسحة من الزيت، ونزلت بشرايح من البطاطس وشرايح من الطماطم وشرايح من البصل نفس اللي استعملناهم في المقلوبة الأولى. هبدأ انزل شوية من الرز بعد ما احط كل الطبقات دي بين الفراغات كده عشان يملالي كل الفراغات، وبعدها هحط جزء كده منها لحمة والجزء التاني هنزل بالفراخ اللي انا سلقتها معاكم، وهحط الباذنجان في اطراف الحلة زي ما عملناها في المقلوبة الاولى، وهحط قطع من البطاطس فوق الفراخ واللحمة، وبعدين اخر طبقة هتكون الرز معايا، وهبدأ برضو ان انا اضغط عليها ضغطة بطبق او اي حاجة تقيلة عشان يكون متماسك مع بعضه، ولما اجي اقلبها تكون قطعة واحدة. وهحط فصين برضو او 3 من الثوم الصحيح على الوش بيدي ريحة وطعم، وبرضو هشيلهم في الاخر لما اجي اقلب المقلوبة بتاعتي. المقلوبة دي كانوا بيسموها زمان البتنجانية بسبب ان بيكون موجود فيها كمية كبيرة من البتنجان، ولكن اللي سماها مقلوبة هو صلاح الدين الأيوبي أيام تحرير القدس على يده، لما كانوا بيقلبوها قدامه ايه الطبق المقلوب ده، ومن وقتها اتسمت مقلوبة. هبدأ أنزل بشوربة اللحمة اللي أنا صفيتها، كل كوباية من الرز بتحتاج كوبايتين من الشوربة. هحط على المقلوبة التانية برضو نفس الموضوع، كل كوباية رز عليها كوبايتين شوربة، وبعدين هحطها على نار عالية، واول لما تغلي معايا وتتشرب بالمية ههدي عليها النار خالص. هي تاخد حوالي ربع ساعة قبل ما تتشرب المية، وبعدها تلت ساعة وهتكون جاهزة معايا. أكلة اتقدمت لصلاح الدين الأيوبي وعمرها حوالي 840 سنة. كانوا بيقولوا عليها زمان البتنجانية، ولكن صلاح الدين الأيوبي لما قلبوها قدامه قال ايه الطبق المقلوب ده، ومن وقتها اتسمت بالمقلوبة. من أيام تحرير القدس على يد صلاح الدين الأيوبي، فدايما بيتقال عليه طبق النصر. إن شاء الله المقلوبة الجاية نقلبها بغزة بساحة مسجدنا الأقصى.